بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. مدرسة الصحابة. الصحابي الجليل أسيد بن حضير. أسيد بن حضير سيد الأوس، كان شابا معروفا بذكائه وحنكته وبفروسيته وعلمه، جمع بين السيف والقلم، هكذا كان يصفه أبناء المدينة في زمن قل فيه من يجيد القراءة والكتابة. كانوا يقولون أسيد شاب جمع بين السيف والقلم. الدارس لترجمته وسيرته سيجد في حياته ميزة عجيبة. كان شديد الارتباط بالقرآن، شديد الارتباط بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكانت البوابة التي جعلت هذه العلاقة قوية بينه وبين القرآن وبين سيد الأنام صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل بين جنبات صدره قلبا نظيفا طاهرا، قلبا نظيف من شوائب الدنيا التي تعلق الناس بها، قلبا طاهر من العصبية والتعصب، رغم أنه يعيش في بيئة قائمة على العصبية. بل كان والده قائد جيش الأوس في معركتهم مع الخزرج في يوم بعاث. ولذلك نتعلم في مدرسة أسيد بن حضير أننا إذا أردنا أن نقوي علاقتنا بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام فلنبدأ أولاً بتطهير هذه القلوب، بمعالجتها، بإخراج الأمراض التي أفسدتها منها. هنا وقف يوماً رجل من جماعة التبليغ يتحدث، فقال كلمة حفظتها وعلقت في ذهني. قال: إن الفارق بيننا وبين جيل الصحابة شبر واحد. وضع يده على صدره، قال: بيننا وبينهم شبر، هم اهتموا بهذا وأشار إلى قلبه، ونحن اهتممنا بهذا وأشار إلى بطنه. أسيد بن حضير كانت علاقته بالقرآن عجيبة من اللحظة الأولى لإسلامه. جلس بين يدي مصعب بن عمير، سمع آيات القرآن فانشرح صدره وسلم قلبه لربه. خرج من بين يدي مصعب مسلما، بل كان سببا في إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. أسيد بن حضير أكرمه الله عز وجل بحنجرة كما يقال اليوم ذهبية. كان صاحب صوت ندي، صوته جميل يشنف الأسماع، يشد الناس إليه إذا تلا القرآن، يجيد التلاوة، يحبر الكتاب آياته تحبيرا. كان الصحابة إذا ما بدأ يتلو آيات القرآن يتجمعون حوله ينصتون سماعا. بل الأعظم من ذلك أن ملائكة السماء نزلت تسمع القرآن منه. يقول أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه: جن الليل فبدأت أتلو آيات القرآن وافتتحت بسورة البقرة. قال: وإذ بالخيل الذي كنت أقاتل به يصول ويجول ويهيج، فسكت فسكن الخيل، ثم عدت أكمل تلاوة الآيات فإذا بالخيل يهيج من جديد، فسكت فسكن. قال: فكلما سكت سكن. وكان ابني يحيى نائما بالقرب منه في مكان قريب، فخشي أن يفك قيده ويدوس الطفل. قال: فخرجت لآخذ ولدي فنظرت في السماء فإذا بغمامة تظلل المكان، فيها مصابيح تضيء الأجواء، أنظر إليها وهي ترتفع نحو الأعلى حتى غابت. أصبحت الصباح، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته. قال: يا أسيد،
تلك الملائكة نزلت تسمع القرآن بصوتك، ولو ظللت تتلو لرآهم الناس دون أن يستتروا. صاحب الصوت الجميل لم يكتفي بأن يترنم بآيات القرآن الذي نزلت الملائكة من أجل أن تستمع لترانيمه وتلاوته، كان عابدا من الطراز الأول، وكان داعيا بل من أوائل من أسسوا للإسلام ودولة الإسلام في المدينة، وكان مقاتلا خاض مع رسول الله كل المعارك إلا بدر. قيل له: لم لم تشهد بدرا؟ قال: ظننت أنها عير. ما كان يعلم أنها ستتحول إلى معركة. لكنه في يوم أحد، هذا الذي يترنم بصوته والناس يعجبون به، لما رأى السهام توجه إلى رسول الله صدها بصدره. قال صلى الله عليه وسلم: أصيب أسيد ب7 طعنات قاتلات، لكن الأجل لم يحن، ومات أسيد بن حضير في خلافة عمر بن الخطاب. الأمر الثاني علاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانت علاقة حب. كل الصحابة يحبون رسول الله، وكان النبي شديد الحب لأسيد لموقفه لنصرة الإسلام في مبتدأ الدعوة في المدينة، ولدفاعه عنه يوم أحد، وكان يعلم مكانته في قومه وتأثيرهم عليه. ويكفي الإسلام أن أسيد بن حضير جاء بالرجل الذي اهتز لموته عرش الرحمن. تأمل هذا الموقف اللطيف. أسيد بن حضير كان معروف بخفة دمه، لطيف كثير المزاح، وهذه صفة المؤمن. ليس المؤمن ذلك المعقد مكشر الوجه، المؤمن الذي إذا امتلأ قلبه بالإيمان اطمأن، فكان نورا وسلاما وسرورا على من حوله. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسيد بن حضير واقف أمام جمع من الصحابة يمازحهم يضحكهم يمرح معهم، فوغزه، فإذا بأسيد يقول: يا رسول الله أوجعتني. هو يعلم يريد شيئا آخر، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له: اقتص. قال: اقتص يا أسيد. قال: وغزتني وليس علي ثوب فارفع ثوبك. رفع النبي ثوبه، أبان صدره، فانكب عليه يقبله، ثم قال: تلك أمنية حققها الله لي. إذن في مدرسة أسيد بن حضير ينبغي لكل مسلم أن ينظر إلى قلبه، أن يطهر هذا القلب، أن يجدد علاقته بالقرآن تلاوة وعملا، وأن نجدد علاقتنا بمحمد عليه الصلاة والسلام حبا واتباعا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.